اليوم تشوفوا كتعليق الاخ على الاحداث اللي وقعت اليوم هي دخول قطاع غزه الى الكيان الاسرائيلي. شنو التعليق ديالك اخي على هذا؟ السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناه والضغط على جرس التوصل بكل جديد. فضلا لا امرا اشتركوا في قناه علاء الدين. انتم تتابعون قناه علاء الدين الفقير الى الله. انتم تتابعون قناه علاء الدين الفقير الى الله. اعلم أو لا تعلم إن ربك غني عن العالمين، قوي متين، هو رب العرش العظيم. اعلم في الحقيقة وإن الله دفاعه على المستضعفين على الأرض، وعينه لا تنام ويده الخفية تتصرف في خفاء بحكمة بالغة، وإن أمر الله بالغا محله، غالب عليه لا مغلوب عليه. يا من أنتم تدمرون الإنسانية وتدمرون الحياة وهي أمانة في أعناقكم، اعلموا أنكم ملاقوا كل ما أنتم تفعلون بشر ما أنتم تفعلون بكثير. واعلموا أن ربنا الكريم هذا قد حكم حكما وألزمه لزاما لكل ذي عين ولكل ذي كبد، أنه يرحم من يرحم ولا يرحم من لا يرحم. إذا ارحموا إخواتكم وارحموا أنفسكم وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، قبل أن يلحق بكم شر عذاب لا أنتم دارون به كيف يكون. إنما لكم العبر فيما هم السابقون من الأمم السابقين. ألم تروا كما أهلكنا من قبلهم من القرون كانوا أشد منهم قوة وأثارا؟ ألم تروا كما أهلك الله النمرود بن كنعان والفرعون وجالوت وغيرهم من عاد وثمود؟ فمن تكونوا أنتم في آخر الزمان؟ وقولوا أعوذ بالله من فتنة المسيح. فإذا لحق بكم هذا اليوم في ساعة ما والله أعلم، أنتم أو غيركم من الأجيال ومن الطغاة أمثالكم في تاريخ البشر، ستكون نهاية العالم، لتعود الحياة إلى أصلها والمياه إلى مجاريها والأيام إلى أهاليها. إن ربك على كل شيء قدير. توبوا إلى الله وتوبوا على ما أنتم تفعلون. ولا مشكلة أن يكون لك دين المسيح أو دين اليهود أو دين النصارى، واترك المسلمين في أمان وسلام، ولا تؤذونهم كما لا يحق للمسلمين أن يؤذونكم. لكم دينكم ولي دين. ألم يقل رسول الكريم: اللهم إني قد بلغت وتبرأت وما أنا بمبرئ نفسي بينكم، بارئي وبارئكم الله، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، والله يحكم بيننا يوم القيامة، وهو الذي يجوز له الحكم في عباده. أما أنتم فوالله ما أراكم إلا على ضلال، وإن ضلالكم هذا والله لا يؤدي بكم إلا إلى الجحيم والنار، وأي جحيم وأنتم تحيون فيه. فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم ونزغه، وعودوا إلى أنفسكم، واتركوا إخواتكم البشر والإنسانية فوق كل شيء، فوق الدين والعلم والإيمان، فوق كل شيء من الأشياء. الإنسانية الحقة. أعلم وتذكر أن الذي تحرقه وتقتله إنه من لحمتك كلحمتك، وإنما لحق به اليوم سيلحق بك غدا أفظع وأشد منه تنكيل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فمهل الكافرين أمهلهم رويضا. اعلم يا أخي المسلم في العالم كله، أعن إخوتك بالدعاء وبالصلاة، فإنه الوصال من الله ليتم الله نعمته عليكم. واتقوا الله ما استطعتم، وعودوا إلى أنفسكم حتى أنتم في بلاد الإيمان والإسلام، وانتهوا من الذنوب والسيئات لربما يلحق بكم من ذنوبكم وسيئاتكم. واستغفروا الله كثيرا واذكروه كثيرا واطلبوا عليه، فإنه قد ضعف عنده الطالب والمطلوب. واعلموا أنكم في دار الدنيا هي دار شقاوة المؤمنين وسجونهم وقبورهم ودار وحشتهم. واعلموا في الحقيقة أننا لسنا في دار الهناء، ولا هناءة لنا هاهنا إلا ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إننا في دار الفناء ولسنا في دار الهناء، ولو كانت دار هناء لتهنأت فيها الملوك والمرسلين قبلنا، فما لك وبالنا وما لك وما بعدنا. حسبنا الله ونعم الوكيل من كل شر عقيم ومن أشرار الدنيا والدين.
وحسبنا الله الحي الذي لا يموت من شر كل حي يموت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والذين آمنوا إذا أصابتهم مصيبة في الأرض قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد سيد الخلق أجمعين شافع المشفعين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فضلا لا أمرا، اشتركوا في قناة علاء الدين. أنتم تتابعون قناة علاء الدين الفقير إلى الله. أنتم تتابعون قناة علاء الدين الفقير إلى الله.